استقر نادي الزمالك على تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مدير فني لنادي الزمالك لمدة موسمين مع 4 مساعدين، مدرب حراس مرمى ومحلل أداء ومعد بدني ومساعد. يانيك فيريرا بدايته كان محلل أداء، وهو بيدي محاضرات حاليا أصلا في استراتيجيات اللعب وطرق اللعب المختلفة، وعاشق هو للإحصائيات والأرقام وتحليل الأداء، لأن دي كانت بدايته. مدرب صغير لسه في السن، مدرب بيقدر يطور من اللعيبة. لما جيت الناس كلها بدأت تدور على يانيك فيريرا، وجابوا بعض من الماتشات بتاعته والفرق اللي كان بيدربها. أنا بدأت أدور على يانيك فيريرا، لقيت هو نفسه في إحدى المحاضرات من سنتين كان بيشرح طريقة اللعب الأساسية اللي هو بيلعب بيها والتحولات اللي بيعملها جوه الملعب. في الفيديو اللي معروض قدامكم دلوقتي هتلاقيه هو نفسه هو اللي بيشرح طريقة اللعب بتاعه. هو بيرص اللعيبة في الملعب 4-3-3، دي الطريقة الأساسية اللي بيرص بناء عليها اللعيبة. بيلعب ب2-8-1-6، ويلعب وينجين وراس حربة. خطته الأساسية بتعتمد على إن هو أثناء الهجوم الوينجين يضموا لجوه، يبقوا 2 راس حربة مع راس الحربة الموجود، كأنك بتلعب جوه المنطقة ب3 راس حربة. وعندك ال2-8 اللي موجودين، واحد هيميل ناحية اليمين يبقى وينج، واحد هيميل ناحية الشمال هيبقى وينج، ويجي الباكين الرايت والليفت من ورا طايرين يزودوا في الهجوم. تتقلب الخطة ل4-2-3-1، وفي مسمار في نص الملعب رقم 6 بيغطي عليهم. دي طريقة اللعب الأساسية اللي هو بيلعب بيها. طريقة اللعب ديت محتاجة أولا راس حربة قوي سريع، الفينش بتاعه عالي جدا. الوينج اليمين والوينج الشمال لازم يكون الفينش بتاعهم عالي جدا، ويكونوا اون تارجت على الجون على طول، عشان خاطر يقدروا يفيدوا الطريقة ديت. ومحتاجين تبقى اللياقة البدنية بتاعتهم عالية جدا عشان يقدروا في الارتداد الدفاعي يغطوا مع الباك اللي كده كده هو هيطيره، لأن هو كده كده خطته هجومية بحتة، فبيطير الباكين. بتتقلب الخطة زي ما قلت لكم 4-2-3-1. لو انت لسه مكمل معانا الفيديو، يا ريت تعمل لايك، يا ريت تعمل شير، يا ريت تعمل سبسكرايب، عشان تقدر تساعدنا ان احنا نقدر نعمل فيديوهات تاني. طيب نيجي للخطوة الأساسية أو السؤال الرئيسي في الفيديو ده. هل أنت حاليا بسكواد نادي الزمالك عندك من اللعيبة اللي تقدر تفيد في الخطة ديت أو تقدر تساعد في الخطة ديت؟ حاليا ما أعتقدش أن مصطفى شلبي يقدر يعمل الدور دوت، لأن مصطفى شلبي الفينش بتاعه ضعيف جدا على الجون. ممكن هيكون يعرف يعمل حتة ان هو يقطم لجوه، وان هو يعدي من 1 ل1 ويخش جوه منطقة الجزاء، ولكن الفينش بتاعه ضعيف جدا. ناصر ماهر نفس القصة، الجفالي احنا ما شفناهوش اصلا من ساعة ما جه مصاب. فالسؤال هنا يا ريت تجاوبوني في الكومنتات، مين من اللعيبة اللي موجودة حاليا قدامكم في الدوري المصري يقدر الزمالك يتعاقد معاها تفيد المدرب الجديد في طريقة اللعب؟ هو مشروع مدرب ان هو يقدر ينجح مع نادي الزمالك، ده ما هيعتمد على الفرقة اللي هيقدروا يكونوها. انا وجهة نظري الشخصية ان يانيك فيريرا يا اما هيبقى اسوريو، بيلعب كرة حلوة جدا هجومية وبيجيب 2 و3، ولكن دفاعيا مش قادر يظبط الموضوع، بيخش فيه 2 و3 و4 وهيخسر نقط كتير ومش هيستمر مع نادي الزمالك. يا اما لو قدر مجلس الادارة يوفر السكواد اللي يقدر يساعد المدرب انه ينفذ الطريقة بتاعته، هيعمل طفرة في اداء بعض اللعيبة اللي موجودة جوه نادي الزمالك، وهيعمل اداء ممتاز، وهيعدي كمان مرحلة جوميز فنيا، لان المفروض السكواد هيبقى اقوى من السكواد اللي كان موجود مع جوميز، ويرجع للزمالك البطولات تاني الكبيرة ان شاء الله بإذن الله. وان شاء الله يا رب يكرم نادي الزمالك وياخد كل البطولات اللي جاية بإذن الله، وان شاء الله بإذن الله ربنا يوفق المدرب الجديد مع نادي الزمالك.